السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشني قناه ام حسن معاكم. بصوا يا جماعه، شويه تفريزات كده بسيطه. ده توم فرمته وهطشه بالخل اهو، نسيبه كده ياخد ويدي مع بعضه كده ويغلي كويس جدا. وهنا بصل، بصوا بصل اهو فرمته، قلت اعصج بصل واحضره. اللحمه مفرومه لاي حاجه تكون عايزه تعصيج، عايزه تعملي شويه بطاطس، مكرونه، اي حاجه محتاجه تعصيج. قلت النهارده ما ورناش حاجه، يبقى يوم التوم. فرمت التوم اللي عندي جمعته، قلت بدل ما يجرى له حاجه. وادي البصل اهو، وهنا شويه بصل قلت اعملهم كده بشويه ملح وادعكهم مع شويه زيت سخن. بصوا كده هيتحرمش يا جماعه. لو قعد معاكي كام يوم في رف التلاجة مش هيجرى له حاجه، هيبقى متحرمش. تعملي شويه كشري، تعملي اي حاجه تكون عايزه بصل فيها كده. النهارده البصل والثوم شويه ملح كده وتقليب. وهنا الثوم بيغلي كده مع الخل. بصوا كده، بس بخليها الزيت سخن. هنا بقى ده كده غلي اهو خلاص. بصوا البصل دوت انا حاطاه كده، قلت ينزل ميته بحبه زيت، يعني ربع كوبايه زيت، عشان ما احطش السمنه وتتحرق. عندي طبق زبده اهوت اهي، او سمنه او اي حاجه عندك تحطيها معي. بس اهم شيء تكوني حاطه معلقتين زيت او اي حاجه كده بسيطه من الزيت، عشان ما تتحرقش الزبده، ما تتحرقش. خلوا بالكم. وشويه البصل المتعصجين دولت يقعدوا معايا كل ما اجي اعمل حاجه. شويه فول بقوطه اقوم واخده شويه بصل، شويه مكرونه اقوم واخده شويه بصل. يكون عندي هنا الطماطم اهي برضه عصقت شويه، فرمنا شويه، جبت شويه كده. احنا عندنا بالكيلو ونص ب10. شوفوا انتوا عندكم بكام، قولوا كده يا جماعه، قولوا الاسعار عندكم بصوا هاتوا بقى دي كده شويه للكشري، للفته، اي حاجه عايزينها بتوم وخل. انتوا عارفين احنا بنحب مصر بيحبوا الفته. والله بقى احنا دلوقتي قلبنا الفته بقت كشري اهي. اللي ما عندوش لحمه ياكل كشري، اللي ما عندوش كشري ياكل فول بقوطه. والله بعمل شويه فول بقوطه مره هعملهم لكم، بتاكلوا هقول لك جميل جميل جميل. يعني ب5 جنيه فول بقوط، فول اقوم ضايفه عليهم بصل وقوطه ومثلا تحطي فلفل اخضر، عايزه سبايسي تحطي، عايزه ده تحطي. تعالي بقى البصل ده كده عشان ما يتروش. عايز نار حاميه كده تقلبي فيه. هتفرديه كده على ورق مناديل في مصفى، تصفي الزيت اللي فيه، والزيت ده اوعي ترميه. ده بقى تحطي مثلا تعملي بيه شويه شعريه، ما كنا هتعملي الكشري. فاحنا كده بحضر صراحه للكشري، قلت بالمره مني والقوطه. وفرصت وعملت شويه توم اهمت، قشرتهم وفرمتهم، كانوا عندي وهيبوظوا. قلت لا، غير طبعا اللي احنا عاملينه مع بعض في وهنا ما تنسيش بقى دولت شويه الطماطم الحلوين دول، نجيب لهم شويه خضار، اي خضار. ما احنا يا جماعه بعد كده ما نرتبطش بقى لحمه بفراخ ده، لا. انت اهم شيء عندك الطماطم والبصل والقوطه، اعملي بقى اي صنف. بصوا ما تنسوش بقى معلقه السكر دي اهي، عشان لو فضلت عندك القوطه يعني ما يجرالهاش حاجه. يبقى احنا كده النهارده يوم البصل. نعصق شويه بصل كده، والزبده بتحطي ده وتعصجيه وتحطيه في اكياس. هنرجع مع بعض ونشوف الدنيا فيها والزيت ده حمر فيه الشعريه بتاعه الرز. هعمل كشري، هشيل البصل دوت في مصفى كده على ورق مناديل. انا جربته مره بالنشا، لقيتهم بعمله بالملح احسن. يعني دعكتهم بالنشا وكده، لا لقيتهم ما بعمل بالملح والله احلى واجمل. اعملي جوانح كده جميله جميله جميله. هرجع واقول لكم بقى، اوريكم حاجه تاني دلوقتي. دول كده الشويه دول للكشري. ولو كنت هعمل حمص الشام جينا نجيب حمص الشام، لان حمص الشام غالي جدا. قلنا خلاص نعمل كشري من غير حمص الشام دوت كده. دول شويه الكشري اللي هيتعملوا. لو هنعمل فته بزودها، ما فيش فته خلاص بقى عارفه انا هعمل دي الحاجه بقى بتاعت البصل دوت مثلا ممكن يكون بتاع الشهر، بتاع الاسبوع، تابع انت بصوا النار ما فاتحه هي، بس انا مطيه بحب اوطي النار على الحاجه عشان تاخد وقتها كده وتبقى جميله على النار الهاديه يا جماعه، جميله جميله جميله. اهم شيء الزبده. هنرجع مع بعض ونشوف بقى عملنا تاني بالقوطه.
مع بعض. بس البصل بدأ يحمر اهو.